السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى معانا فيديو حلو قوي ان شاء الله يعجبكم. نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف احنا معانا ايه. دي الصينية الوسط اللي في الطقم المستطيل، ودي الصينية الصغيرة. دول اتنين تورتة مطلوبين، الاتنين مقاس واحد. هقول لكم بقى انا عجنت كل واحدة في صينية ليه، يعني مقاسات مختلفة ليه. طبعا الطقم ده ما بيبقاش فيه ايه. شايفين ما شاء الله الارتفاع بتاع الاسبونج عامل ازاي؟ ما شاء الله الارتفاع بتاعه كان حلو قوي وهشش قوي وحلو. المهم، كان التورتيتين دول مطلوبين شكل بعض بالظبط في نفس اليوم، وانا ما عنديش الا صينيه وسط وصينيه صغيره وصينيه كبيره، يعني 3 صواني. فانا هستنى بقى لما احط واحده وتستوي وترجع تاني احط واحده، لا فعملت ايه، عجنت في الاتنين. قلت هخلي واحده مربعه وواحده زي ما هي، هو الفرق مش كبير قوي يعني. عجنت بقى المقادير بتاعتهم ازاي، باربع بيضات. حطيت لكل صينيه 4 بيضات كبار. اللهم صل على بنص كوبايه سكر، كوبايتين ممسوحين كده دقيق، ومعلقه نشا، ومعلقه محسن حلوه كده مليانه كبيره. المحسن برضو كان في التلاجة، والبيض في التلاجة، والمية يكون متلجة لان الجو حار بيخلي الاسبونج ايه، يبقى سايل معانا ومش حلو. فلازم يكون كل حاجة ساقعة. المهم اقول لكم بقى على المقادير تاني عشان لو انا ناسيه حاجه. هنحط 4 بيضات كبار، كوبايتين دقيق ممسوحين، معلقه نشا لو مفيش نشا مش مهم، معلقه محسن مليانه ساقعه، نص كوبايه سكر، معلقه بيكنج باودر صغيره ممسوحه، نص كوبايه ميه متلجه لازم أن يكون فيها تلج، معلقه فانيليا صغيره. دي كل المقادير بتاعت الصينيتين، يعني الصينيتين نفس المقادير، يعني انا عامله نفس المقادير للصينيتين. دي كبيره شويه ودي صغيره شويه. بس اللي هي الصغيره طبقاتها اكتر، يعني الصغيره هتديني طبقات اكتر من دي، بس عشان خاطر ما افضلش مستنيه لما واحده تستوي وارجع اشتغل في واحده تانية. لا انا عملتهم الاتنين وحطيتهم في الفرن ايه مع بعض. قطعت دي مربعه، ما شاء الله شايفين عامله ازاي، ادتني 4 طبقات على رقم 9. يعني انا قطعت كل الاسبونج اللي معايا على رقم 9. ما شاء الله الطبقات بتاعته كانت حلوة، والاسبونج بسم الله ما شاء الله كان طري قوي وهشش خالص. زي ما انتوا شايفين انا بعدلكم الطبقات 4 طبقات والتانية 5 طبقات برضو على رقم 9. التورته كان ارتفاعها حلو قوي. انا بقشر بقى الوش كده، ما بخليش اي حاجه، الحاجات اللي ما بتبقاش لها لازمه في التورته كده تشيليها، عشان خاطر ما تبقاش طعمها حلو في التورته وكده. برضو هشيل الظهر كده بتاع التورته بتاع الاسبونج. قشرته بقى زي ما انتوا شايفين طبقه خفيفه كده، ما تحاوليش تقشري منه طبقه كبيره عشان ما تهدريش منه. شلت برضو كان في زوايد كده في الجناب شلتها. هقطع بقى زي ما قلت لكم على رقم 9 5 طبقات. دي اول طبقه، والاسبونج ما شاء الله طري وجميل قوي. فهي المربعه كانت كبيره شويه، بس يعني ايه مش مشكله بقى، يعني عشان اشغل نفسي وكده. بس هي بتاخد نفس الكريمه وبتاخد نفس الايه التكلفة يعني، بس كانت هي كبيرة شوية. كده بقى قطعت الاسبونج زي ما انتوا شايفين. كانت كبيرة في الوسع شوية، يعني في الوسع كانت اكبر من اللي هي التانية. هغطيه بقى كده بشنطة كده او بكيس كده، عشان خاطر الاسبونج بينشف لو سبتيه كده من غير غطا بينشف. هضرب بقى الكريمة، هحط كوباية ونص كريمة، هحط كوباية ونص عليهم مية، لو احتجت مية تاني هحط، ما احتجتش خلاص. هحط 3 معالق، هحط معلقة باستر اهو زي ما انتوا شايفين بوريهولكوا. حطيت معلقه مليانه كده باستر، بيخلي الكريمه حلوه قوي في الصيف ده وتمسك وتبقى حلوه وبيتقلها. الميه بقى متلجه خالص، لازم أن يكون الميه متلجه في الصيف ده. هضرب بقى الكريمه. حطيت نص كوبايه سكر للكوبايه ونص. حطيت كوبايه الا ربع سكر للكريمه، حطيت كوبايه الا ربع سكر. المهم هعمل اول واحده هي، طبعا القواعد اللي عندي كبيره قوي، فاضطريت ان انا اعمل عليها وخلاص، يعني ما فيش بقى، فخلاص اشتغلت عليها، ولو بتقسط هتبقى وحشه وهتبوظ، فانا اشتغلت عليها بقى ايه كبيره كبيره كده. حشيت بقى اول طبقه، دي اللي هي 15 في 20، اللي هي التورتيه الصغيره اللي هي اصغر حاجه في الطعم.
هجلس بقى ايه تجليس خفيف كده واحطها في الفريزر تشد شوية عشان خاطر الجو نور، يعني الجو حر بطريقة في قلب المطبخ. فانا بجلسها كده وبحشي الكريمة من النص واركنها شوية حوالي نص ساعة في قلب الفريزر تشد شوية، وارجع ايه احط لها بقى اجلسها ايه من الجناب بقى واقفلها يعني. كده زي ما انتوا شايفين حطيت 3 طبقات وهحط الطبقة الرابعة. شايفين بقى الارتفاع بتاع التورته ما شاء الله، هو مش باين حلو في التصوير بس الارتفاع بتاع التورتايه ما شاء الله عالي قوي. شايفينها عامله ازاي، 4 طبقات حلوين قوي. حطيتها بقى في الفريزر تشد شويه عما المحشي التانية، لاني مش عاوزه الكريمه تسيح مني. انا بتجدعن عشان خاطر انا ضاربه كوبايه ونص، فانا عاوزه اخلص الكريمه الاول. فحتى اما بيكون عندي تورت كتير بحشيهم، اللي هم الصغيرين اللي انا بطلعها ب100 جنيه دي، بحشي الاول احشي التورت واروح حطها في الفريزر وارجع ايه اخرجها اجلس واحده واحده. ليه بقى؟ عشان الكريمه ما تسحش مني. فحتى باخد حبه كريمه واحط الباقي في الفريزر، اخد حبه كريمه واحط الباقي في الفريزر. اليومين دول التعامل مع الكريمه وحش قوي، يعني صعب قوي ان احنا ايه نتعامل معاها. دي برضو هتبقى 4 طبقات ما شاء الله، الارتفاع بتاعها حلو قوي مربعه ما شاء الله. انا بحب التورتيه قوي المربعه، بحب اشتغل فيها قوي. دي تقريبا هتبقى مثلا 20 في 20 حاجة زي كده مقاسها يعني، بس انا مش عارفة بصراحة مقاسها يبقى قد ايه. هي في قبل ما تتقص كانت اللهم صل على النبي 20 في 30 حاجة زي كده. دي المهم دي الصينية ايه الوسط، يعني دي الصينية الوسط في الطقم المستطيل، 4 طبقات ما شاء الله. جلستها برضو زي ما انتوا شايفين كده تجليس خفيف، حطيتها في الفريزر. جيت بقى لما هجلس بقى دي واقفلها، طلعتها الاول وسبت التانية في الفريزر تشد شوية. زي ما قلت لكم كنت انا مطلعه الاتنين في وقت واحد يعني مع بعض، بس كل تورتيه لحد مختلف يعني. اسهل طريقه بقى ان انت تحطي الكريمه في القرطاس كده وتلفيها كده حوالين التورتايه وتجلسي على طول، بتبقى سهله يعني. انا بقيت اشتغل كده على طول بدل ما افضل اخد كده بالسكرابه احط، لا بقيت احط في الكيس كده اهو واروح لفه التورتايه على طول، ما بتاخدش معايا حاجه لاني ما عنديش وقت ان انا افضل اخد كده حته بحته، الكريمه بتسيح مني. هحاول بقى الحتت الفاضيه احط لها كريمه، حاسه ان فيها حته مش مظبوطه ظبطها، وواحده واحده كده عشان تطلع معاكي مظبوطه وحلوه. اهم حاجه يكون الكريمه تبقى حلوه ما تخليهاش سايحه منك، عشان ايه تعرفي تجلسي وتتظبط معاكي. طول ما الكريمه سايحه التورتيه مش هتتظبط خالص، مش هتبقى حلوه. شايفين بقى الكريمه عامله ازاي تقيله ما شاء الله، انا مخليها تقيله. انا بجيب هايبر المتحده يعني اللي هي ب250 جنيه، بجيب الكيلو ب250. قليل خالص لما بجيب اللي هي ب220 يعني. اكتر اوقاتي بشتغل باللي هي ب250 اللي هي اغلى حاجه عندنا، ب250 في المكان اللي انا فيه ب250 جنيه. هحاول بقى اسويها كده كويس، اي حته كده بحس ان هي مش مظبوطه بروح مسوياها. التورتيه بقى من دي هبيعها ب200 جنيه، في ناس بتبيعها ب180، في ناس بتبيعها ب220. انا هطلعها ب200 جنيه لان الارتفاع بتاعها عالي وخدت معايا شغل، يعني الاتنين خدوا معايا شغل ووقت طويل وكده. فانا كان معايا كمان تورت صغيره في اليوم ده، هم خدوا مني وقت اكتر من التورت اللي انا هطلعها صغيره. حطيت بقى الدريبات زي ما انتوا شايفين كده، حزمها بقى كده من الجناب. فانا هبيعها ب200 جنيه. انتي بقى عاوزه تبيعها اكتر، انت عاوزه تبيعها اقل، فحسب الجو اللي انت فيه والمكان اللي انت فيه. حزمتها وبنفس التب اللي انا حزمت بيه هعمل بقى من فوق الروزيتات كده. مش عارفه ليه دايما كل ما اعملهم احس ان هما مش مظبوطين، ما اعرفش على طول كل ما اعمل الروزيتات احس ان هي مش مظبوطه.
المهم ما عدتش بحب اعمل روزيتات زي الاول، يعني بقيت اعمل التورتيه كده من غير روزيتات. بس هي كانت طالباها، شايفاها عندي على الجروب بتاعي او الصفحة، وطلبتها نفس الشكل اللي انا كنت منزلاه من فترة طويلة. يعني الشكل ده انا كنت عاملاه من فترة طويلة، من حوالي 6 شهور ولا حاجة، ولقيتها بعتها لي وكده عاوزة زيها. او انا تقريبا نزلت الصورة على الصفحة والاتنين طلبوها في نفس الوقت. حطيت بقى صوص مانجا وهحط صوص فراولة. الجنب ده هحط فيه شوكولاتة، والجنب التاني برضه احط فيه شوكولاتة واحط فيه بسكويت اوريو. هي كان شغلها سهل، يعني ما كانش فيها شغل كتير وكده، بس ما شاء الله الارتفاع بتاعها حلو وعالية وحلو. حطيت هنا بقى البسكويت ده كده، وحطيت في الناحية التانية بسكويت اوريو. هي دي كانت الشغل بتاعها كان بسيط، والتانية برضو نفس الشغل، يعني فيها اختلافات بسيطة خالص، ان هي مربعة وان انا هكتب فيها اسمي، يعني هكتب عليها اسمي وكده، فهو ده الاختلاف. هحطها بقى في الفريزر واشتغل بقى في التانية انا جلستها برضو كده، هقفلها برضو على طول. طول ما الكريمة ساقعة وحلوة معاكي والتورتاية مرتاحة في الفريزر، هتديكي نتيجة حلوة، هتعرفي تشتغلي فيها. لازم انت تسيبها ترتاح شوية في الفريزر، حتى لو انت عندك ضغط شغل برضو حاولي تسيبها على الاقل نص ساعة، وحاولي تخلي الكريمة تقيلة. في الشتا طبعا الشغل بيبقى اسهل من كده بكتير. دي بقى المربعة ما شاء الله شكلها حلو قوي. قفلتها برضو وحزمتها زي التانية بالظبط ونفس الشكل، بس هنا حطيت كراميل. يعني هنا حطيت كراميل عشان هنكتب الاسم، هنا سبت المكعبين دول عشان هكتب في مكعب الاسم، والتانية هنحط فيه البسكويت. دي برضو طلعتها بنفس السعر ب200 جنيه، بس لو حسيت ان هي مثلا كبيرة شوية حاولي تطلعها ب220 كده، بس انا طلعتهم الاتنين زي بعض. بعد ما اقفلها بقى كده في المكعب اللي انا سبته ده، احط فيه الاسم. كنت سايباه بس في الفريزر يجمد شوية، ما كانش لسه جاهز وكده، فحطيته لحد ما قفلت التورتايه. ده كان شكل التورتايه بقى النهائي، والتانية اللي انتوا شفتوها. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واستنوني بقى ان شاء الله في فيديو جديد، ومع الف سلامة.